الصوره دي اسمها سماح، صاحبه اغرب قضيه حصلت في المنوفيه، واحسن وصف لجريمه سماح هو الموت البطيء. الحلقه دي من اهم ملفات البحث الجنائي والطب الشرعي. 2019 عنتر شاب عنده 33 سنه وعايش في المنوفيه، وهو شغال صنايعي رخام، وكل الناس اللي حوالين عنتر دايما بيوصفوه بان هو جدع جدا وراجل جدا. ومن 11 سنه اتعرف على سماح واتجوزوا وخلفوا 3 اطفال، طفل منهم توفى نتيجه لمرض كان بيعاني منه. عنتر كان متعود يخلص شغله ويرجع على البيت علشان ياكل، وبعدها يعدي على والدته الحاجه شربات اللي كانت شغاله في القطاع الطبي. وعنتر كان له صديق اسمه مسعد، وهو كان قريب لعنتر جدا، وكان مسعد بيجي لعنتر البيت كتير، وبسبب دخوله البيت للاسف بقى يقرب من سماح، وبدل ما سماح ترفض العلاقه دي بالعكس وافقت عليها. ولان عنتر كان عارف ان مسعد صديقه القريب ليه، فما كانش عنده اي مانع من وجود مسعد في البيت باستمرار، فكان دايما مسعد يعدي عليه علشان يشربوا مع بعض حاجه في البيت بالليل. لكن سماح كانت بتدور على طريقه ازاي تخلي مسعد يجي لها البيت حتى لو عنتر مش موجود. فبدات اول فكره شيطانيه عند سماح ادعت ان عليها عمل سحر، وان مسعد عنده قدرات وهبات ربانيه بتساعده على انه يخلص الانسان من اعمال السحر. والحقيقه ان عنتر اقتنع بالكلام، ومش بس عنتر، دي العيله كلها اقتنعت ان مسعد عنده قدرات قويه جدا، وانه يقدر يعمل جلسات علاج بالقران، وانه يعالج الناس من السحر. لكن والده عنتر كانت دايما بتقول له انها مش مطمنه لمسعد، وبدات سماح تستنى مسعد في البيت بعلم عنتر علشان يجي يعمل لها جلسات العلاج بالقران. وكان احيانا بيكون في حد من العيله موجود لكنه ما بيكونش مركز معاهم قوي. لكن سماح ومسعد ما اكتفوش لحد كده، ولانهم خافوا ان موضوع جلسات العلاج دي ممكن تتكشف، فبداوا يفكروا في فكره ثانيه. مسعد كان عنده صديق شغال في القطاع الطبي، فطلب منه ان هو يديله منوم، وقال لسماح ان هو هيجي بالليل عادي مع عنتر زي ما كان بيجي الاول، واول ما يوصلوا البيت تقوم تعمل لهم مشروب، واول ما هي بتجيب المشروب مسعد بيحط فيه المنوم وعنتر يشرب وينام، وبعدها بيقضوا اليوم مع بعض عادي. وبيكون ساعتها الاهل عارفين ان عنتر موجود في بيته وان مسعد صاحبه موجود معاه. بس لو فاكر ان هو ده الفجر، لا لسه الفجر جاي. سماح ومسعد قرروا ان هم هيتخلصوا من عنتر خالص، لكنهم كانوا بيفكروا بطريقه صعب حد يكتشفها. واللي ساعدهم ان هم يفكروا كده ان طول فتره العلاقه اللي بين مسعد وبين سماح ما كانش فيه اي حد شاكك ان في حاجه بينهم. والخطه كانت بالشكل التالي: صديق مسعد اللي شغال في القطاع الطبي اللي كان بيديله الاول نوع من انواع المنوم، مسعد طلب منه ان هو يديله نوع من انواع السموم، لكن طلب منه طريقه او نصيحه معينه ان هم يدوا السم لعنتر لكن على فترات طويله، يعني يحطوا جرعه من السم قليله جدا في الاكل لعنتر على اعتبار انه يموت بعد فتره طويله. وكان الهدف هنا عند مسعد وسماح ان الوفاه تبان قدام الكل انها طبيعيه. وبدات الخطه تحصل. بقى كل يوم عنتر وهو راجع من الشغل سماح تحضر له الاكل وتحط له جرعه قليله من السم زي ما هم متفقين. مر يومين على الموضوع ده لكن ما فيش اي تاثير ظهر على عنتر، وده لان التكوين الجسماني لعنتر كان قوي. لحد ما مر اليوم الرابع وعنتر بدا يحس ان عنده الم في بطنه، بس وصف عنتر للالم ده كان بسيط، مجرد الم بيروح وبيرجع بشكل سريع. اليوم الخامس الالم بدا يزيد وبدا عنتر يشتكي منه اكتر، وبعد اسبوع والالم اللي عند عنتر عمال يزيد بدا يظهر على عنتر علامات الضعف ويظهر على وشه علامات الشحوب. فبدات الام تقلق عليه وتطلب منه انه يروح عند الدكتور، وهو بدا يشتكي لكل